مرحبا بكم في تحدي عن نادي برشلونة. 20 سؤال لعشاق العملاق الكتالوني. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ. ما هو الاسم الكامل لنادي برشلونة؟ نادي برشلونة لكرة القدم. في أي عام تأسس نادي برشلونة؟ 1899. من هو مؤسس نادي برشلونة؟ خوان جامبر. ما هو اسم ملعب نادي برشلونة؟ كاب نو. كم عدد ألقاب الدوري الإسباني التي فاز بها نادي برشلونة لغاية 2024؟ 27 لقب. من هو الهداف التاريخي لنادي برشلونة؟ ليونيل ميسي. كم عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها برشلونة لغاية 2024؟ 5 ألقاب. في أي عام فاز برشلونة بأول لقب دوري أبطال أوروبا؟ 1992. من هو المدرب الذي قاد برشلونة للفوز بالسداسية في عام 2009؟ بيب غوارديولا. ما هو شعار نادي برشلونة؟ أكثر من مجرد نادي. أي من هؤلاء اللاعبين لم يلعب لنادي برشلونة؟ زين الدين زيدان. كم عدد ألقاب كأس الملك التي فاز بها برشلونة لغاية 2024؟ 31 لقب. من هو اللاعب الذي لعب لنادي برشلونة وسجل هدفا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2006 ضد أرسنال؟ صامويل إيتو. أي لاعب من برشلونة حصل على جائزة الكرة الذهبية 3 مرات أثناء لعبه مع النادي؟ ليونيل ميسي. ما هو اسم أكاديمية الشباب في نادي برشلونة؟ لاماسيا. كم عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي في الدوري الإسباني خلال موسم 2011-2012؟ 50 هدف. من هو اللاعب الذي حمل الرقم 4 في برشلونة ولعب أيضا كمدرب للفريق؟ رونالد كومان. عدد ألقاب كأس العالم للأندية التي فاز بها برشلونة لغاية 2024؟
4 ألقاب. هو اللاعب الذي سجل هدفًا حاسمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 ضد يوفنتوس؟ نيمار. السؤال المميز: في أي دقيقة سجل أندريس إنيستا هدفه الشهير ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009؟ اترك إجابتك في التعليقات، تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.